السلام الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكل متابع جديد. كاملين شفنا الفضيحه ديال رشيد الوالي من بعد ما خرج الملقب بتحفه، وكيقول لك بان رشيد الوالي كيقول عليه الطالوني بانه فيه اللعيبه، وبان اي واحد كيمشي عند الطالوني الا وفيه اللعيبه والا فيه شي حاجه ما هياش. وكيقولوا بانه مين مشى لعند الطالوني التماك كيديروا بزاف ديال الليالي تما، والمهم القضيه ترونت بزاف. المهم هادشي اللي قال تحفه، وهادشي اللي قال بانه طالوني قال على رشيد الوالي. غادي نحط لكم الصوره هنايا. المهم بالنسبه لهذا المخرج سابقا قال لك بان رشيد الوالي ما كانش كيشوف عليه شي حاجات بحال هكا، يعني كيشوفوه شخص عادي في العمل محترم، يعني ما عمرو شاف فيه شي لعيبه كيف ما كيقولوا. ولكن رشيد الوالي طماع. هادشي اللي قال هذا المخرج هذا، قال لك الطماع كيغلب عليه ما نعرف شنو. المهم عطاوني داك المثال، انا الامثله راه كنعرف فيه كلمه منهم. المهم بالنسبه لهذا المخرج هذا قال لك بان رشيد الوالي كيطمع، والطمع هو اللي وصلوا عند طالوني، والطمع هو اللي طيحوا في الشبكه ديال طالوني. يعني باش دير زراعه ديال الشعر غادي يمشي يدير اشهار عند طالوني، وهذا الشيء هو اللي غادي يطيح رشيد الوالي في الشبكه. يعني كيفاش واحد الممثل من عائله زوينه، من الاب، من الام، من الوليدات اللي ولاو رجال تبارك الله، من الزوجه اللي ما شاء الله عليها من شوف المده ديال الزواج ديال 30 سنه، ومازال الطاقه الايجابيه وكلام زوين ومحترمه ومؤدبه ومخلقه، وديما كنشوفوا الجمعيه ديالهم اخوه والخوت والعائله، وديما واحد اللمه وكيعطيو صوره على الزواج زوين. والان باش تطمع وتضيع راسك تمشي دير زراعه بشحال كاع تكون هاد الزراعه هادي؟ علاش انسان ما يخدمش الخدمه ديالو اللي يخدم بيها وحياته كلها هي اللي تنفعني؟ ما ينفعنيش انا واحد الشخص اللي يمشي ندير له اشهار ويدير لي زراعه الشعر. وقال لك اسيدي حقا ما حقا بان رشيد الوالي من بعد ما خرج وسولوه قالوا له علاش مشيتي عند الطالوني باش دير زراعه الشعر؟ قال لهم بان انا مشيت درت زراعه الشعر عند طالوني حيت شكروه ليا، يعني شكروا لي الخدمه ديالو. قال لهم انا ما كنشوفش في الشخص، انا كنشوف في العمل ديالو. يعني هادشي اللي قال. ولكن هاد العمل ديالو واش هو طبيب؟ واش فايت له طبيب؟ واش قرا على الطب؟ واش قرا على الزراعه؟ واش قرا على التجميل؟ طالوني دار هادشي في مده قصيره، مين الله اعلم. يعني واش هاد الكلينيك حرام؟ واش هاد الكلينيك دارو كيف ما حنا كنعرفوا طالوني شنو كان داير سابقا؟ واش دار هادشي؟ يعني تا داك المشيه اللي انا غادي ندير الزراعه راه حرام اصلا. يعني تا انت باش دير واحد زراعه الشعر وحرام، داك الفلوس حرام اللي غادي دير بهم اشهار. يلا يعني راه الانسان علاش كيطيح من راسو ومن كرامته؟ ولكن كيطمع. قالك هادشي معروف عليه، معروف عليه يمشي ياكل هنا فابور، يمشي لهنا فابور، المهم شي حوايج ديال التمثيل فابور. المهم داكشي فابور، يعني هو عزيز عليه الفابور. ايوا ها الفابور كتأدي، ها انت كتأدي. السي رشيد الوالي هذا مكان حنا كنحبوا رشيد الوالي. رشيد الوالي انا كيف ما كنقولها حتى سابقا وكنقولها ديما، انسان طيب، فنان محترم، كيعجبنا التمثيل ديالو، كيعجبنا اللمه العائله ديالو اللي كنشوفوها، الحياه الزوجيه اللي كتعطي واحد الطاقه زوينه. ولكن درتي خطا كبير، وكيف ما قالوا لي في الكومونتيرات قالك بان اللي دار راسو في النخاله كينقبوه الدجاج، ومثال في الصميم الصراحه. المهم اخوتي عطيوني الاراء ديالكم انتوما في التعاليق، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ومفيد باذن الله. وتهلاو في راسكم.